برج الميزان، صلوا على محمد وعلى آل محمد، والصلاة على الرسول تيسر الأمور. برج الميزان، هذه الفترة الاتزان والتوازن، وسيطر على الأمور، الإخلاص والوفاء والمعاملة بالشفافية، وأمور إيجابية إن شاء الله. إذا رغم أنك عانيت من أسحار وعين وحسد وقرين، لكن الحمد لله ما ضاقت إلا فرجت. أيضا هذه الفترة شفاء واستشفاء وخروج من كل ما الطاقة السلبية، فرص سفر، تغيير في مكان سكن وفرصة العمل. هذه الفترة عندك إمكانية للتقدم في عمل أو ترقية، وحتى فرص مهنية، مكافأة إن شاء الله غتكون لصالحك. أيضا هذه الفترة عندك استقرار وراحة، وحتى في العلاقات العاطفية إن شاء الله. أبشر يا برج الميزان، صلي على محمد وعلى آل محمد. إذا هذه الفترة غتخلص من كل حاجة اللي تتعيق التقدم ديالك. أيضا فترة اللي غادي تركز على الأهداف ديالك المهنية بالدرجة الأولى، وغتلعب دور قيادي في كثير من الأمور. إذا أيضا هاد الفترة غيلقيك شخص مهم غادي يساعدك وغيكون وجه السعد عليك. إذا خاصة برج الجوزاء، إذا هاد الشخص غادي يكون برج جوزاء أو برج هوائي، إذا أو برج ناري. إذا هاد الفترة غادي الاستقلال، وغادي يقدر برج الجوزاء الحياة المشتركة، وغادي يفضل حضور الحفلات وتبادل الأفكار. وأيضا غتميل يا برج الميزان للاستقرار. أيضا وغتكون برج الجوزاء غيقدر الحب ويقدر العلاقات الرومانسية. إذا لازم تختار بالعقل والمنطق بدل العاطفة، باش تكون أمورك إن شاء الله على ما يرام. فرص استثنائية لنهاية للتقدم المهني. أيضا غتحسن القدرة ديالك في التخطيط، وغتعزز النجاح ديالك، سواء مشروع وشراكة وعمل. غتمنحك فرصة لتحقيق الأهداف ديالك. أيضا هاد الفترة غادي تلقى دعم وأعمال قوية، وغتجلب فرص شراكات إن شاء الله. عندك كما قلت سفر من أجل المهنة أو العمل. إذا أمورك إن شاء الله غتكون للأحسن. جميع معطياتك غتكون مستقرة. فرصة العمل كما قلت، وتحقيق أهداف كبيرة يا برج الميزان. إذا هذه الفترة غتبتعد عن التقلب في كثير من الخوف والتردد. غتجيك لحظة اللي غتكون فيها سعيد، وتخرج من طاقة الحزن والملل وطاقة الروتين. إذا والتقليد في أمور أفكار تقليدية غتبعد منها. أيضا هذه الفترة صادق في أمورك، وأيضا في كثير من الأمور الإيجابية إن شاء الله. أنت الأقوى، أنت المنتصر، ربي غيسر لك أمورك، لأنك هذه الفترة درتي الخير، ربي غيعطيه لك. وأيضا غادي يوصلك لبر الأمان، لأن عانيتي كثير يا برج الميزان، عانيتي من مشاكل وغصات وقهر، وأشخاص ظلموك وخذلوك، والعين دمراتك يا برج الميزان. أيضا الأسحار عامل لك القرين متاعبك، وأيضا المس. هذه الأمور كلها غادي تكون عندك شفاء، ورجوع السحر على الساحر. امرأة ماكرة هي سر تعاستك، ربي غادي يفرجك فيها ويعطيك كل ما تمنيتي. إذا غتركز أيضا هذه الفترة على المال، المهنة والمال. إذا عندك شهرة وعندك حركة ونضج وتطور في كل الأمور ديالك. أيضا أفكارك القوية غتساعدك باش تنجح، وغتمر بامتحانات وأمور جد قوية، لكن غتغلب عليها وغتوصل للنجاح إن شاء الله. إذا أيضا غتكون عندك منافسة في العمل، لكن غادي تغلب على كل حاجة اللي غتعيق النمو ديالك والنجاح ديالك، باش تقدم وتطور المهنة ديالك والعمل ديالك إن شاء الله.
حتى كل الأمور ديالك غادي تستقر وتكون في صعود، لأن غتحرص كل الحرص باش تشتغل على كل حاجة باش تمشي بوتيرة سريعة وتنجح إن شاء الله، لأن قررتي بهذه الفترة استفدتي من دروس الماضي وصححتي أخطائك، وقررتي باش أي حاجة تدرسها جيدا باش تكون خطواتك كلها مدروسة وموزونة إن شاء الله. إذا عندك ترقية ومنصب وشهرة وأيضا منصب عالي هذه الفترة، عمل جديد ومشروع وشراكة، عقد لصالحك، ربما عقد عمل أو عقد زواج أو ارتباط ثاني، أو خطوبة أو ترسيم علاقة، أيضا عقد ملكية، ربما شراء شيء من مدة أنت باغي تشريه، ربما بيت، ربما سيارة أو شيء للبيت ديالك، أغراض مهمة للبيت، غتهتم بالمظهر ديالك والأناقة ديالك، وأيضا كاريزما وحضور وجاذبية غتجيب لك كثير من الأشخاص جدد هاد الفترة غيدخلوا لحياتك. إذا تطور وتألق ونجاح وعلو غادي يخليك في الصدارة، وغادي تنجح وغادي توصل رغم أنف الحاقدين والحاسدين. إذا برج الميزان، علاقاتك العاطفية أيضا غتكون مستقرة، إذا غتحل كل النزاعات وتحسن لقاءاتك مع الشريك، وأيضا يحل السلام والتفاهم وغتخلق أجواء الراحة والطمأنينة. إذا وغادي تكون أنت والشريك في وتيرة التفاهم والتصالح، وأيضا الصراحة باش تغلبوا على المشاكل العالقة. إذا من ناحية بالنسبة للعزاب أيضا غادي ربي غادي يلقيك شخص غادي يثير الاهتمامات ديالك، وغتقاسموا كثير من الأمور، خطوبة وزواج وترسيم علاقة. إذا الحب غيطرق بابك والسعادة والخير والفرحة إن شاء الله، بعد حزن وغصة وخنقة وأمراض ومشاكل وغصات ووعكات صحية. إذا الحمد لله غادي توصل لبر الأمان وغتنجح إن شاء الله. إذا هذه الفترة عندك أيضا رجوع المنفصلين ورجوع لشخص كان بيناتكم أون أوف، إذا كان طرف ثالث داخل في حياتك، وأيضا شخص شخص كان عمل لك سحر مرشوش أو سحر وقف الحال أو سحر التعطيل، الأمور كانت كلها عالقة. الحمد لله خرجتي من هذه الدوامة إلى النور والتجديد والأفكار الجديدة. أيضا ختزيد تغذي الأفكار ديالك، نجاح دراسي، شخصية قيادية وثقة في النفس والشجاعة والحماس والحيوية بعد ما كان عندك خمول وكسل. الحمد لله ما ضاقت إلا فرجت، ربي غينصرك وغيعطيك من حيث لا تحتسب. إذا وغادي تشوف العدو ديالك تياخد الحساب والعقاب. أبشر يا برج الميزان، وصلي على محمد وعلى آل محمد. إذا أبشر يا برج الميزان، واستعد للانتصارات وللفرج والربح إن شاء الله، وسفر قريب، انتقال لمنزل جديد. أيضا انتبه بعض الأمور، ما تسرعش بعض القرارات المالية وأيضا العملية أو العاطفية. مفاجآت إن شاء الله، تعويض إلهي لقلبك المكسور بشخص غادي يفرحك ويكون وجه السعادة لك، انقلاب الأمور لصالحك. إذا هاد الفترة غتسمع اللي دمر حياتك غادي ياخد الحساب والعقاب، حظوظ قوية إن شاء الله. إذا غتوصل لأمور إيجابية، وعندك توقيع عقد أو ترقية ووصول للقمة إن شاء الله، وأخبار ومعجزة إلهية إن شاء الله. اللي كسر قلبك وخذلك ووجعك غادي ربي يوجعه وغادي يعطيه من حيث كل حاجة على شر، كل حاجة دارها فيك ربي غادي يسقيه وغادي يجرب داكشي اللي دار فيك.
إذا حدوث أمر طال انتظاره إن شاء الله. أيضا الحب غادي هذه الفترة كما قلت غادي يطرق بابك، فرصة جديدة وعوض إلهي لك وجبر الخاطر. أيضا بداية الفرج والفرحة وفك الكرب والنحوسات والعكوسات وخروج من دوامة تعباتك سنين يا برج الميزان. عندك سفر وغادي يرد لك ربي الحق ديالك. أيضا غتلقى شغل، وظيفة، عمل. بالنسبة اللي تيبحثوا على عمل، هذه الفترة مناسبة إن شاء الله. أيضا انتبه من القيل والقال، وانتبه من أشخاص ينقلوا أخبارك وأسرارك. أيضا هذه الفترة رقي نفسك يا برج الميزان، لأن عندك سحر. عفوا، عندك سحر وعندك مس وقارين متعبك القارين متعباتك العين والتابعة. لهذا رقي نفسك. وعوض هاد الفترة ربي كل حاجة تمنيتها، أي حاجة حطيتي في يدك غتوصل لها. إذا شخص باغي الرجوع لازم تعطيه فرصة ثانية، لأن كان بيناتكم طرف ثالث وكانت بيناتكم أسحار وعين. إذا الحمد لله ما ضاقت إلا فرجت. إن شاء الله هاد الفترة غتغير أمورك للأحسن، وغادي يكون الخير والفرج بين يدك، ومعجزة إلهية وحقائق وأمنية غتحقق لك إن شاء الله. أبشر يا برج الميزان، وصلي على محمد وعلى آل محمد. إذا برج الميزان اتقي شر من أحسنت إليه. أيضا هذه الفترة شخص باغي يرجع من الماضي، إذا انتبه. ولازم تشتغل بالعقل والمنطق بدل العاطفة. عندك حظوظ قوية وفرحة وسفر، مفتاح الفرج والفرحة والسعادة لقلبك. أيضا هذه الفترة راجع شخص ظلمك، غادي راجع وبقوة. الماضي راجع لك، لأن عرف قيمتك من اللي بعد منك. اتصال غيفرح قلبك، ونجاة من أشخاص ماكرين مخادعين، خروج من الكرب والضيق والنحوسات والعكوسات إلى الخير إن شاء الله. إذا برج الميزان شخص أنت مأمنه ومقربه لبيتك، مقربه لك، وعارف أسرارك وأمورك، وهو ماكر غدار تيتمنى لك السقوط وتيتمنى لك باش يشوفك في نفس الدوامة، لأن حسد وغيره. لكن الحمد لله انت المنتصر وانت الاقوى. روحانيات العاليه والنيه الصافيه غادي ربي يزيح لك الغطاء على كثير من الاشخاص تعرفهم على حقيقتهم. اذا طاقه الانفراجات وطاقه التغيير، وايضا الربح. عندك خبرين ان شاء الله. شخص خبر تيهمك شخصيا غيكون بفرحة وغيكون لصالحك، وخبر تيهم المال والعمل. إذا إن شاء الله خروج طرف سام من حياتك، أمر كان مخفي غتعرفو إن شاء الله. هذه الفترة غادي تنهار أي انهيار الحظ الأسوأ، وبداية لحياة جديدة ونضج وحركة وحيوية ونشاط. أيضا غادي تغير وتبدل كثير من الأمور في حياتك. إذا مولود جديد وحمل وشراكة إن شاء الله، وعتبة غتكون لك بالخير. إذا فترة اللي غادي تشوف رجع السحر على الساحر، وأيضا غتشوف أشخاص ماكرين مخادعين ربي يعري لك عليهم وغتصدمهم من اللي يعرفوا أنك عرفتيهم على حقيقتهم. إذا شخص ضيعك من يده وندمان كل الندم. عندك حنين و حنين للماضي يا برج الميزان. أشخاص افتقدتيهم من الماضي وتتمنى لو تعاد تجمعكم الأيام. إذا لكن الحمد لله هذه الفترة عندك انفراجة وخير إن شاء الله. حدث غيقلب الموازين وغادي يرجعك للصدارة. ثروة مالية، أخبار غتفرح قلبك، وفرصة ما تضيعهاش من يدك يا برج الميزان. رجوعك غادي يكون انتقاء رجوعه، أو غادي يكون غادي الرجوع ديالك للحبيب غادي يخليه يطلب منك السماح ويتشبت بك، لأنه خايف لا تضيع له من يده.
إذا برج الميزان الجديد، حياة جديدة، أمور إيجابية، عروض ولا في الأحلام، إذا عوض إلهي، أمورك إن شاء الله غتكون في القمة وفي الصدارة. كما كانت المشاكل وكما كانت العراقيل غتغلب عليها، إذا إن شاء الله الفرج والخير قادم لك. التخطيط ديالك والدبلوماسية والهدوء والصبر غادي تنجح إن شاء الله. خديتي هدنة وخديتي طريق الصح والصواب، وأيضا كتمتي أسرارك، غتحدد أولوياتك باش تنجح إن شاء الله وتكون من الفائزين. إذا لأن جراح الماضي ماشي سهل، تألمتي وانجرحتي، ولكن ربي غادي يفرحك ويعوض لك على كل حاجة ضاعت لك. ربي ينصرك ويعطيك من حيث لا تحتسب.